يا ابني هنبدا يلا. انت كل ده ما هتبداوا بايه يا رجاله معانا النهارده؟ انا هبدا ب انت شو اجري اتي مونتو اتي شندر ما يهورتك اتي مونتو اتي شندر ما يهورتك انت شو اجري انت شو اجري تررت از واجري از واجري تررت نو من كيرا تاتشر يوبو مساكين شيراتون تربربربت تررت تررت تربربربت تررت از واجري از واجري تررت نو من كيرا شريوبو مساكين شيراتون اتي مونتو اتي شندر ما يهورتك اتي مونتو اتي شندر ما يهورتك انت شو اجري انت شو اجري تررت نو بنكيرا تشريوبو مساكين شيراتون. قولوا لنا يا رجاله ايه؟ ثانك يو ثانك يو فيري ماتش في السيلي ميلي اني ايه السيلي ميلي السيلي ميلي ايه في كنز البندل يا مو عم از واجري از واجري از واجري از واجري. المهم ان انا عايز اقول لعم مصطفى كامل لو انت سمعت اي حاجه مش عاجباك من قبل ما تسمع قول لنا ما فيش اغاني تنزل ولا اي حاجه تنزل، واحنا مش قاعدين، احنا قاعدين اهو في الهضبه في مكتب الاستاذ بلال صبري اعلى شركه يعني احنا مش بعيد. اي حد مش عاجبك من اول ويجز الغلابه لحد محمد عامل النظافه لحد عصام ابن شعبان عبد الرحيم كلنا خدامينك وتحت امرك. قبل ما نعمل اي حاجه لازم النقابه والرقابه وكل الحاجات يبقوا عارفين احنا بنعمل ايه وماشيين ازاي. سمعونا حاجه بقى يا جماعه، احنا بنمسي عليكم كلكم وبنقول لكم احنا الثلاثه اقوى ميكس. حتى دريب اقوى ميكس الطلعه بالرجز نجمه جنب النجم. حتى دريب ميكي ويجز ما تاخدناش باللبس ما تاخدناش الوش يا زميلي ما بنعطلش عدى بعد ده التاتش صيف او شتا انا ما بخلص يا صديق جار ما عطلكش يا زميلي اخلص عندي مع الطياره نفسي طويل بلبع الصفاره لاعبين دي ماشي بقى نقا كل الطاقه يا اخلص عندي مع الطياره نفسي طويل بلبع الصفاره لاعبين دي ماشي بقى نقا كل الطاقه يا حتى دريب اقوى ميكس اخويا هو الاصل والباقي تلاميذ في الفصل. اخويا هو الاساس والباقي ماشي محتاس. احنا غلبنا الناس. حتى دريب اقوى ميكس. احلى مسا عليكم يا جماعه ان شاء الله. ايه ما تتكلمش ليه؟ خليها على الله. عايزين نعرف ايه اللي خليها على الله. متجمعين النهارده ليه واتفقتوا ازاي؟ ان شاء الله باذن الله متجمعين عشان احنا ولاد تسعه. بالظبط كلنا ولاد تسعه. كلنا ولاد تسعه ان شاء الله. الغلبان والتعبان واللي معاه فلوس واللي معهوش احنا كلنا شبه بعض. نعم كلنا ولاد تسعه. طب ايه اللي جابكم للفريق اللي هو الباور العالي؟ عشان احنا بنحب محمد رمضان وتملي بنشوفه هو بيعمل في الاغاني، فعرفنا ان هو بيعملها عند الباور العالي مع الاستاذ بلال صبري، فقلنا نيجي هنا ويا جماعه فريق الباور العالي، فريق الباور العالي اللي فيه الاستاذ بلال قسما بالله ما وراه الا النجاح، واحنا عرفنا ان شاء الله وثقه بالله ان شاء الله جينا معاهم. وهو اللي وفريق طلع ناس كتير، هو اللي طلع محمد رمضان يعني مافيا من الاخر بالظبط كده. منتج بلال مافيا امبارح بقى الناس كلها بتسال انت كنت مع مين امبارح وايه الحكايه؟ اهو بقى ربنا يخلي شركه الباور استاذ بلال صبري. يعني اديت الباور امبارح. ايوه لا ربنا يخلي الباور العالي ادونا باور، ان احنا ادونا باور ادونا بطاقه خلاص ان شاء الله. امبارح يا محمد انت كنت زعلان قوي متاثر في الفيديو وشفناك بتعيط، قول لنا كنت بتعيط ايه ليه والحوار اللي دار بينكم كان عن ايه؟ يا عم كان والله استاذ عصام باشا بيقول لي انا خليك فنان واحلى من حمو ايكا. معلش يعني حمو بيكا. ما قلتلكش حمو بيكا. انا تمام انا بكلمه بحب ما ماليش دعوه بعمو. تمام. عمر كمال قلت لك انا هخليك احسن من عمر كمال. حصل. انت قلت لي ايه؟ ولا عايز امثل ولا عايز ولا اي حاجه يعني صراحه. لا حمو بيكا كويس بس ما بيعرفش يغني زي الوقت كده. يعني حمو بيكا احسن ولا هو؟ لا انا طبعا ان شاء الله. لا محمد. يعني انت يا محمد بتحب حمو بيكا ان شاء الله وهتكسر الدنيا ان شاء الله. هكسر الدنيا. تحب توجه لحمو بيكا رساله تقول له ايه؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله اطلع احسن منه ان شاء الله، اعلى منه ان شاء الله. وانا ما بعرفش اغني زيك. صوتك احسن وصوتك انت ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. هتغني ايه يا محمد انت؟ ان شاء الله. احسن من حمو بيكا. اغني ايه؟
انا أزعز كليه وأجري؟ ازعز واجري ماشي، وكليتنا ولاد 9 ان شاء الله. ان شاء الله كلنا ولاد 9 يعني البنت شاء اللي كانت الله. معاك في الفيديو مش هتتجوزها؟ لا انا ان شاء الله نشوف المشوار ده ان شاء الله، عشان كده ان شاء الله ايه نخش على عايز جواز. تتجوزها؟ هي داخل على جواز ان شاء الله. عجبتك؟ ده فيها كلام. جابته ايه لا ده؟ ما انت كنت بتطبطب خلاص، انا كنت قاعد تقولي طبطبت عليك. بالظبط كده صراحه. طبطبت ده عليه. مصر كلها بتدور عليها. يا نهار ابيض. احنا كلمناها. ليه ولو رحت لها فين بقى؟ ما مصر اصل يدور عليها. اسمها نورهان ايه؟ حفظي. نورهان. رساله للاستاذه نورهان. والجاكيته اللي هيثم كانت توجه ايه نورهان؟ خلاص بقى بقول لك كنت هقع من طولي، انا كنت مش عارف امسح الباب، بقول لك كنت عايز علبه مناديل ما كنت هقع يعني يا خلاص. محمد حقيقي ان ممكن الفترة الجاية يكون في ارتباط او توصل لزواج؟ ان شاء الله. لا ما احنا عايزين تأكيد ولا لا؟ قول ان شاء بس الله. هو كان طالب إن شاء الله. واحدة يعني بس غير هو دي. الترند طيب واحد كله إيه؟ كنت بالك كان شبه عرفنا بقى. لا لا صراحه هي سابت عليها صراحه امبارح وقالت لي لا ان شاء الله طب ممكن محمد، نتجوز مع انت بعضينا. كان في صور انتشرت على السوشيال ميديا ان هي كانت بتطبطب عليك او بتواسيك في اللي حصل. بالظبط كده. انت ايه ردك لما السوشيال ميديا كلها قالت ان هما يعني هي بتستغلك عشان انت كنت ترند وكده فهي عايزه تتشهر، ردك ايه؟ ما من كتر من العيال صراحه قالت لي طبطبت عليا وقالت له والله انا هحاول اخرج بره بقى وانا اتكل على الله امشي، عشان من كتر اللي هي شافته تعبت أيوه. صراحه يعني. طب هي هو كان مش شبه هي اللي تعبت ولا انت اللي تعبت؟ لا انا صراحه انا تعبت اكتر من العيال اللي انا كنت وكان فيه. فين الحوار ده ازاي وكان فين وهي وصلت لك ازاي؟ طيب هي نعم؟ وصلت لك ازاي؟ والله معرفه انا هنا في شركه استاذ بلال صبري جت جري. جت صراحه يعني. يعني هي بالظبط كان كده. مثلا عشان تواسيه. طيب وانت يعني انت لو هتتجوزها انت موافق؟ ان شاء الله يعني ما فيهاش كلام يعني بالظبط كده. لو هو مش موافق انا موافق. انت نفسك ترجع تطرد تاني من الكشك. يا ريت والله العظيم. يعني احنا حاجة دلوقتي عظيم. في اللايف ده نعمل البحث عن نورهان؟ يا ريت والله يعني يا انتوا ريت. كلكم بتعملوا بحث لا يا عن ريت نورهان؟ والله لا بارك لك يا استاذ صراحه. مصر كلها طيب هنا نورهان. انت وهيثم هيكون في بينكم دويتو اغنيه ان شاء الله. تمام؟ دويتو الاغنيه بتهدوه لحد بنهدي للشعب المصري الشعب كله المصري طبعا. عشان كلنا ولاد دول 9 كلنا اسمه ولاد كلنا ولاد تسعة. 9 طبعا. طيب انت يا عم انت غنوه دي احنا الثلاثه مع بعض بنهديها لشعب مصر كله. طبعا. طيب اشمعنى هيثم اخترته بالذات ان انتوا الاثنين تعملوا مع بعض؟ ربنا اللي جمعنا تمام عشان ربنا يعلم بينا، تمام. وكلتنا غلابه وكلتنا ولاد 9 وخلي على الله. هيثم ايه رايك في اللي حصل مع محمد؟ كنت متخيل ان انت ممكن تقعدوا مع بعض في مره من والله هو بني ادم بسيط وانا بني ادم بسيط وربنا نعم جمعنا بالله. كلنا مع بعض. نعم بالله. كلنا شبه بعض. ربنا هو اللي كلنا جمعنا. ولاد 9 طب يا هيثم عايزينك كده تدينا حته من الاغنيه اللي هي اللي انتوا هتعملوه مع بعض. قول لنا كده حته من خليها مفاجاه بقى. خليها مفاجاه ان شاء الله. لا، لا، خليها مفاجاه. عايزينك تدي حاجه لويجز مع محمد كده انتوا الاثنين تعملوا دويتو. خليها مفاجأة. دلوقتي لا، بعيداً عن خليها الأغنية، مفاجأة، معلش بعيداً عن يعني. هو الأغنية. اسمع اغاني من اغانيك انت اللي بتعملها ماشي. مع محمد واستاذ عصام يغنوا معاك. ماشي يلا عايزين حته كده انت انتوا وعدتونا ومحمد. هتنزلونا الاستوديو دلوقتي نتفرج على الاغنيه وعدتونا ان شاء الله. يلا اللي دخل ما بيننا ما بانش، مشيت على السكه مشيت بالهاند هايرلاند كنترول جديد لانج يلا حتى دريب اقوى ميكس الطلعه بالرجل نجم وجنب النجم حتى دريب اقوى ميكس نجم وجنب النجم حتى دريب مكي ويكس ما تاخدناش باللبس ما تاخدناش الوش يا زميلي ما بنعطلش عالدب بعد ده التاتش صيف او شتا انا ما بخلص يا صديق جار ما عطلكش يا زميلي اخلص عندي مع الطياره نفسي طويل بلعب على الصفاره لاعبين دي ماشي بقى نقا كل الطاقه يا اخلص عندي مع الطياره نفسي طويل بلعب على الصفاره لاعبين دي ماشي بقى نقا كل الطاقه يا حتى دريب شعبولة بس شعبولة هو الأساس والباقي ماشي محتاس شعبولة هو الأصل والباقي تلاميذ في الفصل وأخويا أحلى غلبان على وشه بيبان أخويا أحلى غلبان وهو كله هيبقى ب7.5 7.5 وكل حاجة 7.5 جوه التلاجة 7.5 أستيكة وكراسة 7.5 شوكولاتة مصاصة 7.5 والله بركب مواصلات ان شاء الله نفسك إيه باذن يا الله إيه؟ تركب نفسك عربيه. في ايه؟ انا ما نفسيش في حاجه انا لا، نفسي أنا زي ما عارف. ربنا نفسي ربنا يكرمنا. نفسي زي ما ربنا كرمني بالطريق ده اكمل فيه للنهايه. انا مش هقول لك انا ولا مغني ولا هقول لك انا فنان، انا عايز ابقى مؤدي بس. طب يا ويجز آكل عايزين عيش. كده نسألك سؤال يا ويجز. اكل عيش بس. عرفنا ان في تعاقد حصل بينك وبين شركة فودافون، الكلام ده بجد؟ الكلام دوت شركه فودافون نفسها نفت ان مفيش الكلام دوت.
بس وانا بقول السوشيال ميديا ظهرت وقالت ان انت في كام تعاقد بينك وبين شركه فودافون وخدت مبلغ مالي، وانت المفروض يعني في عقد كتبتوه وانت هتعمل اغنيه معاهم او عمل، الكلام ده بجد؟ لا الكلام ده الاول كان كلام، انما الشركه قامت طالعه نفت الكلام ده خالص. هو كان كلام مع موظف من احدى فرع سؤال بقى لمحمد، شركات الاتصالات. محمد انت بتجرم الناس ليه؟ وانت بتاخد فلوس بقى ولا لا؟ عرف الناس كلها عايزه تعرف. ده بيستفز. اقول لك على حاجه، فلوس ايه اللي انا خدتها من الناس؟ فلوس ايه؟ انا عايز اللي خدت منه جنيه على اذن الرجاله، على اذن الجماعه الجمهور كله يقول لي انا خدت منه جنيه. انا عمري ما خدت جنيه من حد. محمد ده اكتر واحد في الدنيا كلها. انا عمري ما خدت جنيه من حد، وانا واثق من نفسي والثقه في الله ان شاء الله. انا عمري ما خدت جنيه من اي حد، معلش يعني. شايف يعني انت ما فيش انت ما طلبتش فلوس من لا. احد الزملاء الصحفيين لا. او الناس عموما عشان تظهر معاهم بفلوس؟ والله لو في صحفيين قال لك انا اديته فلوس خليه يعرضني. بس انت في لايف طلعت فيه وقلت يعني مش هنقول ان انت طبعا قلت اهنت الساده الصحفيين وقلت هو الصحفي معاه كام عشان انا اخد منه فلوس، الكلام ده كان بجد؟ لا معلش انا قلت له سيبني بقى عشان اشوفك لاقيش، وسيبني كده اشوف رزقي. رزقك اللي هو ايه؟ شغلي. انت لقيت شغل ولا لسه كنت بتقول ان انت مش لاقي شغل؟ معلش بشتغل اي حاجه عشان زي ما اشوف شغلي. معلش ما انا كل مع صحفي ده مش ممكن عيش، انا زي ما اشوف شغلي. بس اللي بيخليك ترند ان انت بتطلع وبتظهر على المواقع الصحفيه وبتظهر على السوشيال ميديا. بس الحمد لله برضك ارجع واقول انا عمري ما خدت حد جنيه، ولو حد اداني جنيه يا جماعه انا تحت امركم، معلش يعني واعركم. انا عمري ما خدت جنيه من حد وانا واثق من نفسي. طب الاغنيه اللي انت هتعملها دي في مبلغ مادي خدته لحد دلوقتي؟ ماده؟ تمام ان شاء الله. ايوه خدت ولا ما خدتش؟ في خدنا فلوس كلنا. خدنا كلنا ان شاء الله. هتعملها مع هيثم؟ كام؟ يا عم كلنا يعني خدنا، واحنا الثلاثه كل واحد خد 5000 جنيه بالظبط كده، كل واحد خد 5. خدتوا 5000 جنيه بالظبط كده. 5000 جنيه بالظبط. وجاب لي كل واحد فرخه. تمام. فرخه بكشك. هيثم سمعنا ان انت عامل كليب جديد واغنيه جديده، ما سمعنا حاجه منها كده وخصوصا ان الجمهور كله بيطلب. يا تخينا يا فشله. انا هسمعكم مقطع صغير بس. يا تخينا يا فشله. بالظبط كده كده. اسمها يا تخينا يا فشله ويكس. طب عايزين ننزل لايف طيب تحت عشان نشوف الاغنيه بقى لايف. ايوه ماشي ننزل بس نخلص اللايف. اللايف. طيب هو تمام. عشان المكتب كلموه يطلع يفتحوا لكم الاستوديو، عايزين نسمع. بقول احنا جايين عليه. سايبين بيوتنا عشان نسمع. مقطع طبعاً. صغير. يا حبيبي انت اللي بس يا ويكس بتقول. قبل المقطع عايزين نسالك سؤال. في فنانين كتير عملوا للاغنيه بتاعتك روضوها وشهروها يعتبروا، انت فرحان بكده؟ انا فرحان بكده، وعمري ما طالبت حد بحاجه، وعمري ما اتكلمت مع حد في حاجه وحشه. انا مبسوط وفرحان وشهره ليا. شهرة ليك. شهرة ليك. اكتر ممثل عمل لك دويتو او عمل دويتو على الاغنيه بتاعتك وعجبك الاداء بتاعه؟ يعني مع احترامي ليه استاذ اياد نصار، مع احترامي ليه. معين السيد. بتحب اياد نصار؟ بحبه. لو اتعرض عليك عمل مع اياد نصار تمثل؟ اتمنى ذلك. اتمنى ذلك. معين السيد. رايك. طب في حد من المفنانين اتواصل معاك على انك تأدي معاه ادوار في افلام معينه او قريبه؟ انا عملت فيلم مع عملت فيلم بس مش هذكر، مع ابن ممثل يعني مشهور كلنا مين عارفين. مثلا؟ يعني ممثل مين؟ مش هنقول العمل. يعني انت يا ويكس عملت خالد فيلم النبوي. خلاص؟ خالد النبوي، نور النبوي. يلا يلا على اللايف. يلا يلا يا باشا. طيب يلا ماشي لايف. ماشي يا رجاله. ماشي. يلا ادخلني يا يلا باشا. بسلام. يلا نختم بحاجه. لا نختم هنختم بخير يا بشله. يلا واحنا واقفين كده. يلا يا تخين يا بشله بطل مرمله وكفايه روتيلا بشاميلا وعجب كرشي صرشي انا شايله في كرشي. بس خلاص. انتوا دلوقتي يعني داخلين في مجال الفن، شايفين نفسكم نجوم فعلا وهتقدموا محتوى، ولا انتوا مجرد بتعملوا شو على السوشيال يا عم لو مش نجوم كبار نبقى مؤديين، كفايه احنا راضيين ربنا يرزقنا. ونعم بالله. انت يا محمد راضي عن نفسك وانت داخل ونعم مجال بالله. الفن؟ ونعم بالله. يا عم ما يغني، هو في ما يغني يمكن ينجح ويكسر الدنيا. في ناس كتير ما بتغني وما بتعرفش تغني. على فكره احنا زي عايزين مين بس طيب؟ نقول زي مين؟ كلمه ان اغنيه يا تخينه في شله دي على فكره اغنيه فيها رساله استنى ده يا عم. ورساله للاطفال، يا اغنيه فنان هادفه. اصلا مين اللي مش بيعرف يغني اصلا؟ اغنيه ناس كتير قوي مش كتير طبعا، كتير قوي حقيقه. انا نخبط مع الناس ليه؟ ناس كتير ما بتعرفش تغني وهي عارفه نفسها
يعني وشغال. طب احنا بس يعني ممكن نكمل الاسئله بتاعتنا وهننزل كلنا ماشي، ننزل اتفضل. أغنية، بس ايه نكمل الاول. متاح نكمل. طب انا سؤالي الاخير بس لمحمد. ماشي يا انت كنت في عزا فريد الديب وظهرت وكان في يعني طبعا. ظهرت للترند وطلعت للترند وفي ناس طبعا. كتير رفضتك وقال ايه طبعا. لا يظهر في عزا فريد الديب. اللي بص كان يا معاك باشا. بودي جارد فعلا. احنا عايزين تحكي لنا يعني تمام. التفاصيل انت عارف؟ كلها. تمام. بص يا بندي، عشان الاسلوب مفتوح. عندنا في المنطقه لو اي عزا لازم نعدي عليه، ده واجب علينا وعند ربنا ونعم بالله وناخد ثواب، ومعلش حاجه عند ربنا حاجه حلوه قوي، معلش يعني ده حاجه بينه وبين ربنا. انت كنت قريب لكن من احنا المكان ولا بالظبط انت كده، رايح؟ لا بالظبط كده، سليت العيشه وقت ما سليت العيشه دخلت العزا. مبسوط لكن إنك معلش رحت العزا؟ طبعا ليه بقى؟ ده راحه نفسيه. يعني مش حقيقة ان صاحبك كان مثلا بيعمل عند مكتب فريد الديب واخدك معاه من باب ان هو راح يقدم واجب العزا وهو صاحبك فرحت معاه كده؟ لا انا بقول لك ايه، معلش انا مشيت بدماغي، انا مش ما على حد تقولوش كلام ما حصلش. بالظبط احنا كده بنقول احنا بس يا فندم. بنوصل معلش انا اقول لك على حاجه، معلش انت لو لقيت عندك عزا معلش هتعمل ايه؟ انت لو عندك عزا هتعمل ايه؟ انا عارف ان انت لو لقيت عندك هذا مش هتروح تعزي، بس دول عندهم في سلو بلدهم. معلش لا حقيقه احنا عندنا فعلا لو لقينا عزا لازم نخش فيه. ايوه. شفناك في ملعب. اعرفه ما اعرفوش لازم اخش. دخلت نادي الصيد ليه؟ شفناك في نادي الصيد داخل كده بعربيه فخمه وكنت داخل تعمل ايه هناك؟ والله اتعزمت، ده حاجه حلوه والناس بتحبنا طب نقعد ومدفن نرتاح بس وعشرة. عقبال ما نخلص انا مش عارف ايه يعني. طب معلش طيب احنا انا ما اعرفش. معلش انا تحت امركم. دي ماشي اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا يا باشوات، اتفضلوا يا عم مصطفى وتحت امركم، مفيش اي مشاكل عشان عارف انتوا صراحه بسم الله ان شاء الله. فعلا اضطربت من عزا محمد عز. لكن اضطربت فعلا من عزا محمد عز. طبعا اضطربت طبعا. طب مين اللي كلمك هناك وقال لك اطلع بره؟ استاذ محمد عز. ليه بقى؟ اشمعنى؟ اول ما شافك قال لك ايه؟ ده ورانيا طبعا. يوسف. طب ورانيا طب معلش ممكن نكمل تحت طبعا على اذنكم؟ ممكن نكمل من تحت على اذنكم؟ ماشي اتفضل. ماشي اتفضل. الله يخليكم يا باشا، مشاهدينا الله يكرمك. في كل اتفضلوا يا مكان، باشوات، لسه مكملين معاكم. اتفضلوا يا باشوات. تحت امركم. اتفضل يا باشا. مشاهدي ومتابعي موقع بسرعه الاخباري في كل مكان، معكم مصطفى خليل. كنا في لايف مع ويجز الغلابه ومحمد عامل كشري. طبعا كنا بنتكلم معاه في تفاصيل كتير بخصوص طرده من عزا محمد عز وحقيقه رانيا يوسف وكلامها عنه. هنتابع معاكم في لايف